السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده من السيارات مع عبد الله. النهارده هنتكلم عن واحده من اكتر العربيات المحبوبه والمنتشره في السوق المصري، وهي اللانسر شارك اللي بدا ظهورها في 2008. والسؤال الاهم، هل اللانسر شارك فعلا عربيه رياضيه زي ما شكلها الخارجي بيوحي لينا، ولا هتكون عربيه عاديه؟ لو عايز تعرف اجابه السؤال ده تابع الفيديو للنهايه. اللانسر شارك بتيجي بموتور 1600 سي سي 4 سلندر بقوة 117 حصان عند 6000 لفة في الدقيقة، وأقصى عزم الموتور هو 156 نيوتن على المتر عند 4000 لفة في الدقيقة. وبتقدر العربية تتسارع من 0 ل 100 في 13.6 ثانية للنسخة الأوتوماتيك، لأن مفيش منها نسخة مانيوال. والعربية بتيجي بدفع أمامي، والفتيس في العربية فتيس أوتوماتيك عادي جدا مكون من 4 سرعات، والفتيس ده هيبقى عملي واعتمادي بشكل ممتاز جدا لأنه قليل في المشاكل والأعطال بتاعته. ومتوسط استهلاك البنزين في العربية هو 7.3 لتر بنزين لكل 100 كيلو متر، وده استهلاك معقول بالنسبة للموتور اللي موجود في العربية. وخزان البنزين بتاع العربية سعته 60 لتر، وبالنسبة لمساحة الشنطة فهي 348 لتر. والوزن الإجمالي بتاع العربية هو طن 750 كيلو، أما وزنها الفارغ فهو طن 235 كيلو. والعربية نزلت بجنود سبور أو حديد مقاس 16 بوصة، والاختلاف بينهم بيكون حسب الفئات بتاعة العربية. وبالنسبة لنظام التعليق فعندك نظام التعليق الأمامي هو نظام الماكفيرسون، ونظام التعليق الخلفي هو نظام المالتي لينك، نظام تعليق مستقل. ووسائل الأمان الموجودة في العربية هي نظام منع الانزلاق ABS مع 2 وسادة دوائية للسواق وراكب الأمامي. ودلوقتي يلا نشوف التصادم بتاع العربية. لما نبص على المقدمة بتاعة العربية هتعرف فعلا ان العربية اسم على مسمى شارك يعني، لان فعلا واخدة نفس البوز بتاع سمكة القرش. ونكمل المقدمة بتاعة العربية اللي بنشوف فيها الفوانيس اللي جاية بالعرض بشكل لطيف، وهتلاقي في نص الشبكة واخدة مساحة مش كبيرة ولكن شكلها مميز بالإطار النيكل. وتحت عندك المكان بتاع فوانيس الضباب مع فتحات التهوية السفلية اللي جاي بشكل مربعات صغيرة. وبنشوف تصميم الجناب بتاعة العربية تصميم هادي وجميل، وفي البيبان بتاعة العربية في خط ماشي بشكل حلو من الرفرف الأمامي لغاية الرفرف الخلفي، وفي آخر الباب من تحت بنشوف التصميم المجسم. نيجي للجنود بتاعة العربية اللي شكلها بيختلف حسب موديل العربية، وعندنا هنا الجنود بتاعة العربية شكلها شيك وجميل. وفي التصميم الخلفي بتاع العربية بنشوف عندك الفوانيس اللي جاية بالعرض بشكلها البسيط ونزلت بإضاءة هالوجين، وهنلاحظ ان في نص الشنطة موجود الستوب اللي بينور مع الفرامل. وتحت بنشوف اكسدام العربية موجود فيه عواكس للنور على اليمين والشمال. تعالوا نخش في الصالون بتاع العربية وهنشوف ان معظم الخامات بتاعة الصالون من البلاستيك الناشف، ولكن خامات تعتبر الى حد ما معقولة. والكراسي بتاعة العربية نزلت بفرش من القماش، والطارة بتيجي بثلاث اطراف بالشكل المميز اللي اعتدنا عليه من شركة ميتسوبيشي، وهتلاقي الشكل بتاع الطارة هو نفس الشكل بتاع اللانسر بوما. تعالوا نبص على العدادات اللي جايه بشكل رياضي، وهنلاقيها بتنور باللون الاحمر مع الابيض. وعلى الشمال عندك عداد السرعه، وفي النص عندك شرط البنزين والحراره وعدد الكيلوات اللي العربيه مشيتها وشويه معلومات تانية. وعلى اليمين عندك عداد الار بي ام. والطابلو بتاع العربيه بيجي بشكل بسيط جدا، ولكن الحلو في تصميمه هو الجزء الرصاصي اللامع اللي في نص الطابلو. وهنا بنشوف الجزء الوسطي اللي بينزل فيه ساعه، وتحته بنشوف مكان الراديو كاسيت المتواضع جدا اللي بيجي مع 4 سماعات. وفتحه التكييف اللي ناحيه السواق في ناس ممكن تسترخي من المكان بتاعها لان مكانها ورا الطاره على طول، يعني هتسقع ايدك اكتر من وشك.
وتحت الزرار بتاع الانتظار، وبعد كده عندك بكر وزراير التحكم في التكييف. والناس اللي عايزه صالون العربيه يكون واسع، فاللانسر شارك بتقدم لك صالون واسع بشكل حلو ومريح، لان قاعده العجلات بتاعه العربيه 2 متر 63، ودي قاعده عجلات مش كبيره قوي، ولكن الصالون واسع بدرجه حلوه. لو جينا نشوف مساحه الكنبه هنلاقي المساحه بتاعتها جيده، لانها هتشيل 3 افراد بالغين بشكل معقول، ولكن اللي قاعد في النص هيبقى متضايق شويه بسبب ارتفاع نفق الفتيس. من اكبر نقط تميز اللانسر شارك هي ان الموتور بتاع العربيه عملي واعتمادي بشكل حلو جدا. كمان الموتور بيجي بنظام المايفيك، والنظام ده هو توقيت الصمام المتغير اللي بيساعد الموتور يطلع اقصى قوه وعزم ممكنه، وفي نفس الوقت بيقلل استهلاك البنزين في العربيه. ولكن نيجي بقى للسؤال الاهم، هل اللانسر شارك هاخد منها اداء رياضي ولا هيكون اداء عادي؟ في البدايه لو انت بتحب الجري بالعربيه فاللانسر شارك مش هتقدم لك اداء رياضي، لان العربيه بطيئه في تسارع، وزي ما قلنا بتقدر تتسارع من 0 ل 100 في 13.6 ثانيه. واللي خلى العربيه تكون بطيئه هي ان وزن العربيه تقيل شويتين. كمان الموتور بتاع العربيه مش ضعيف، ولكن مش قوي بالقدر الكافي اللي يقدر يحرك الجسم ده بشكل سريع. ولو كملت الفيديو لغايه هنا ما تنساش تدعمنا بالاعجاب والاشتراك في القناه. تعالوا بقى نروح لاكتر حاجه مهمه عشان تحافظ على نفسك وعيلتك، وهي الامان في العربيه. وهتلاقي ان العربيه فيها وسائل امان كويسه، لان نزل فيها نظام منع الانزلاق ABS مع 2 وسيله ضوئيه للسواق والراكب الامامي. وطبعا وسائل الامان اللي اتكلمنا عليها وجودها بيختلف حسب فئات العربيه وحسب الموديل. يعني موديل 2008 هتلاقي فيه وسائل امان قديمه شويه، ولكن في موديل 2016 مثلا هتلاقي فيه اضافات وتحسينات في وسائل الامان. والتكييف في اللانسر شارك اداؤه كويس جدا وهيعجبك في تبريده، وتقدر تديله 8 درجات من 10، ولكن لما بتشغل التكييف بتلاقيه اثر شويه على سحب الموتور، وده بتلاحظه بشكل كبير لما يكون معاك ركاب كتير في العربيه. لما نيجي نشوف عفشه العربيه هنلاقيها متوسطه في النعومه بتاعتها، فهي مش ناعمه قوي ولا ناشفه خالص، يعني حاجه بين ده وبين ده. اما بالنسبه للثبات بتاع العربيه على السرعات العاليه فهتلاقيه كويس معاك لغايه 130 كيلومتر في الساعه، وبعد كده هتلاقيه بيبدا يقل تدريجيا. برضو من الحاجات المميزه في اللانسر شارك هي ان العربيه بتقدر تتعامل مع المطبات بشكل كويس، لان الخلوص الارضي بتاع العربيه هو 16 سم. من الحاجات الغريبه اللي شفتها في اللانسر شارك هي الشنطه بتاعتها، لانها صغيره. فهل تتخيل عربيه بالحجم ده ومساحه الشنطه بتاعتها 348 لتر بس؟ فالشنطه بتاعت العربيه مساحه التخزين فيها هتبقى مش كبيره، ولو حبيت تزود المساحه فهتستغنى عن الكنبه وتنزل الظهر بتاعها وهتلاقي المساحه وسعت معاك. ولما نيجي نشوف العزل في العربيه هنلاقيه معقول في الجوده بتاعته، لانك بتبقى سامع اصوات خارجيه زي صوت الطريق وصوت الهواء. كمان صوت الموتور بيكون عالي شويتين، وبالذات في التسارع لو قرصت عليه شويه بتحسه بيطلع فروح او بيتخانق. سعر اللانسر شارك المستعملة للحالات الكويسة بيتراوح من 180 ألف جنيه لغاية 350 ألف جنيه أو أكتر. طبعا السعر ده بيختلف حسب الحالة والموديل والفئة بتاعة العربية. في النهاية لو عجبك الفيديو متنساش تعمل بالإعجاب والاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.